برنامج خاص يسعد أوقات مستمعي إذاعة ستار اف ام. مستمعينا الكرام، تستقبل نساء العالم يوم المرأة العالمي، وقد أصبحت المرأة في شمال وشرق سوريا نموذجا للمرأة المحررة التي أثبتت أنها قادرة على إدارة المجتمع من كافة النواحي. ودائما كانت هذه المرأة هدف للاحتلال التركي ومرتزقته، وهذا يؤكد أن السلطة الذكورية الاستعمارية لا تقبل المرأة المحررة، وأيضا تحاول بكافة الطرق والسبل استعبادها من جديد، وذلك بهدف ضعف المجتمع والسيطرة عليه. ورغم التطور التكنولوجي العالمي ما تزال المرأة تتعرض إلى شتى أنواع الظلم والاستعباد. هذا الموضوع وغيره نطرحه على الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف. نعم بروين يوسف، نرحب فيك ببرنامجنا. أهلا وسهلا. نبدأ من هذا السؤال: ما هو مكانة المرأة في شمال وشرق سوريا عالميا اليوم؟ بداية أنا كمان بدوري أهنئ جميع النسوة بيوم العالمي ل 8 آذار، يوم اللي انتفضت فيها المرأة في عموم العالم. بدأت بعام 1857 وانطلقت شرارتها لكل العالم، وصارت يوم لا تحتفل فيها كل النسوة للمقاومة المناضلة المضطهدة اللي قاومت الاضطهاد وقاومت الاستعمار، وطالبت بمساواة بحقوقها إن كان بالأجر أو إن كان ساعات العمل. فنحن كالنسوة في شمال شرق سوريا ميراث لنضالات النسوة الذين ناضلنا من كلارا زيتكي، من هضال زيلان ساكنة، وجميع النسوة. فشمال شرق سوريا غنية بميراث النسوة، واقتدت بهاي الميراث واكتملت ثورتها بثورة شمال شرق سوريا، وقدرت تهتم أو قدرت تأخذ من هاي المفاهيم الحرية والمساواة عبر التاريخ لا تتجدد وتصير أمجاد أو مبادئ الأساسية من مبادئ هاي الثورة. فعرفت ثورتنا بثورة المرأة لأن تمسكت بهاي المبادئ، تمسكت بنضالات المرأة عبر التاريخ وعالميا، واكتملت هاي الثورة بثورة اليابجة، بثورة المرأة ضمن المؤسسات، ثورة المرأة ضمن قوانين وميثاق العقد الاجتماعي، بجميع نظم الحياة إن كان إدارية أو إن كان سياسية أو إن كان عسكرية. قدرت تأسس من أول وجديد مؤسساتها، وأصبحت مثال ونموذج للنساء المتحررات، وأصبحنا نبراس لكل نساء العالم. نعم، لماذا يستهدف الاحتلال التركي المرأة في شمال وشرق سوريا بشكل خاص؟ هدف الأساسي للاحتلال التركي هي استمرار هيمنة العقلية الذكورية، هيمنة السلطة الحكم الواحد، هيمنة السلطة القومية الواحدة. فتاريخ الدولة التركية معروفة بتاريخ الدماء، تاريخ صهر القوميات، صهر المكونات الموجودة من ضمنها كالمرأة، لأن المرأة أصبحت المرأة المناضلة هي فقط ما ليست للدفاع عن حقها كمرأة، ولكن أصبحت هي القدوة لعامة المجتمع. فأصبحت مصدر التخوف لهذه الأنظمة، مصدر إرباك لهذه الأنظمة، لأنه ثقافة وإيديولوجية تحرر المرأة قدرت تحرر كل عامة المجتمع، وإعادة الثقافات المجتمعية إن كان للرجل أو إن كان للمرأة أو إن كان لتأسيس نظام جديد بدءا من العائلة، لتأسيس مؤسسات إدارية وخدمية وحتى سياسية. فوجود المرأة الواعية، وجود المرأة المنظمة، المرأة القيادية تقدر تقود المجتمع، ليس فقط تقود المرأة وتحمي المرأة، ولكن تقود عامة سبل الحياة. فهي أصبحت مصدر الخوف لدى الدولة التركية، مصدر رعب لدى الأنظمة الشمولية، الأنظمة الدكتاتورية، الأنظمة التي لا تقبل بالتنوع ضمن المجتمع وضمن جميع المؤسسات. فوجود المرأة المتحررة، وجود المرأة المناضلة، وجود المرأة اللي قاومت وناضلت وأصبحت نبراس لكل النساء العالم، فهي يعني
راح تكون مباشرة هي مصدر واستهداف للدولة التركية التي لا تقبل بالتنوع، لا تقبل بحقوق المكونات، لا تقبل بحقوق المرأة، لا تقبل بالتاريخ الشعوب اللي مرت عبر تاريخ الشرق الأوسط الغني بمكوناته، الغنية بالشعب المناضل، الشعب اللي قاوم واللي يقاوم لهذه اللحظة. فقيادة هذا المجتمع بقيادة المرأة فتعني انتصار لذهنية أو حقيقة المجتمع المناضل، حقيقة المرأة المناضلة، لا تقود المجتمع نحو التحرر التام. بداية راح تكون تحرر للنظام الشمولي، النظام الدكتاتوري، النظام التركي، فأصبحت هي مستهدفة من قبل الدولة التركية لا تمنع سيرورة التقدم وسيرورة التحرر، ولا تمنع التطور المجتمع بشخص المرأة. نعم سيدة بروين، كيف تقيمون دور المرأة في مؤسسات الإدارة الذاتية وكيف تقيمون تطويرها؟ الإدارة الذاتية تأسست في 21/1/2014. نعم. حتى ب 2012 مع انطلاقة ثورة 19 تموز كانت للمرأة دورا بارزا في جميع المؤسسات. نعم. فالتمسك بميراث المرأة المناضلة والتمسك بمبادئ الأمة الديمقراطية وتحرر المرأة وتحرر المجتمع، فمع تأسيس الإدارة الذاتية، تأسيس المؤسسات الإدارة الذاتية، أصبحت المرأة هي اللي تقود كل المؤسسات الإدارة الذاتية بمفهوم الرئاسة المشتركة، أخذ دورها الفعال ضمن هذه المؤسسات، إعادة توازن ضمن المجتمع ضمن المؤسسات، حيث كنا حتى المجتمع عامة كان متعود لإدارة المؤسسات بلون واحد أو بجنس واحد، إما أن تكون رجل أو إما تكون مرأة. فبأول مبدأ من مبادئ الأمة الديمقراطية أو مبادئ أو بنود اللي إدارة ذاتية عم تمشي عليه هي حرية المرأة، أعطاء المرأة حقوقها، وإعطاء الرئاسة المشتركة لتكون جنب إلى جنب الرجل بنفس الصلاحيات، بنفس الإمكانيات، بنفس الطاقات. فبادرت لأنه فتحت المجال أمام المرأة، فالمرأة كمان لم تقعد فقط مكتوفة الأيدي أو بشكل شكلي أخذت دورها، ولكن بالعكس أخذت زمام الأمور وبلشت وبادرت. كانت عندها مبادرات جميلة بتأسيس منسقية المرأة لإدارة ذاتية. بهاي المنسقية تدريب المرأة، توعية المرأة، اهتمت بفتح مشاريع خاصة للمرأة، أعطت أهمية أولوية لتطوير المرأة إداريا مسلكيا. فكانت للمرأة في ضمن الإدارة الذاتية الاهتمام الأوسع للنسوة ضمن المجتمع، يعني تطبيق مبادئ أو تطبيق قوانين المرأة ما تكون فقط هي قوانين تطبق في المحاكم، ولكن العمل الأساسي لا منسقية المرأة ولا النساء ضمن الإدارة الذاتية توعية المجتمع على هذه المبادئ لتصير ثقافة عامة، وبهاي الثقافة المجتمع تدير نفسها، تدير شؤونها، وتكون ثقافة العدالة الاجتماعية منتشرة. فأخذت على عاتقها نشر هاي الثقافة واهتمام بشؤون المرأة بجميع المجالات. نعم، يعني ما هو المطلوب من نساء العالم من أجل وقف سياسة استعباد المرأة ولكي يجعل هذا اليوم يوم نضال للمرأة؟ طبعا نحن من خلال تجربتنا بشمال شرق سوريا لم تكن أو لم نهتم فقط بيوم 8 آذار كيوم للنضال، يوم لوجود شخصية المرأة، ولكن كل يوم خلال 10 سنوات من عمر الثورة كل يوم هي اعتبار يوم 8 آذار يوم للانتفاضة، يوم للتغيير الذهنية، يوم لإعادة أمجاد النساء عالميا وتمسك بمبادئ حرية المرأة. فالمطلوب في الوقت الحالي أو المطلوب على المرأة عامة إن كان عالمية أو إن كان خاصة بالمرأة السورية، أول شيء حركة التوعية لازم تكون مستمرة. نعم. والتمسك والتوحد بين المنظمات والمؤسسات النسائية الموجودة، اتفاق أو النضال معا نحو حركة التغيير.
فكل منظمة إذا عملت لحالها أو مسكت نساق ومشت على مبادئ فقط لوحدها لا تستطيع تحقيق النجاح أو تحقيق الانتصار. انتصارنا بتوحدنا، انتصارنا بتنوعنا. فوجوب توحد منظمات النسائية، وجوب تنظيم النساء ضمن المجتمع، عدم قبول للمرأة الغير مناضلة أو الغير منظمة، جذب جميع النسوة للتنظيم، للتوعية، لتطوير ذاتها عبر مؤسسات تنظيمية حتى مؤسسات الخدمية. فمشاركة المرأة بسبل الحياة إن كان اقتصاديا أو إن كان اجتماعيا أو حماية نفسها، ففتح مجال أمام المرأة تتطلب تنظيمها، تتطلب توحيدها، تتطلب لنكون قياديات لنقود مجتمعنا نحو مجال الصح. يلزم تنظيم النساء في المنازل، في الكومينات، في الشارع، في مسالك الإدارية، فبكل جانب من جوانب الحياة إعادة تنظيم للمرأة وتوحيد المرأة. لا نقدر نتكاتف ولا نقدر نوحد نضالنا، وتكون هاي النضال مبدأ من مبادئنا لتحرير المرأة ولا قيادة المجتمع نحو مفاهيم صحيحة، مفاهيم حرية المجتمع عبر مبادئ ومفاهيم حرية المجتمع. أنا كفرد لازم إن كان جنسي مرأة أو رجل لا يهم، ولكن كمبادئ الصحيحة التي تمشي أو تطبق في المجتمع هي مفاهيم ومبادئ الأمة الديمقراطية، مفاهيم ومبادئ حرية المرأة وحياة الندية المشتركة، تنسيق أو تجاذب بين الآراء، تجاذب بين الأفكار، تجاذب بين الحريات. فأنا لم أرضى بحريتي إذا كانت المرأة تضطهد، تلاقي المعاناة أو يمارس عليها الضغط إن كان في العمل أو إن كان ضمن المجتمع عامة. فلازم حركة التحرر هي حركة استمرارية، حركة توحد، حركة يعني الكفاح المستمر. فإذا تمسكنا بنضالنا، توحدنا بنضالنا، رح نقدر نخطي خطوات ناجحة، ولا نكون لايقات لشهيداتنا، لنكون لايقات لحركة تحرر المرأة. يلزم التكاتف أكثر، تنظيم صفوف المرأة، توحد صفوف المرأة، رح نقدر نخطي خطوات إيجابية ورح نأتي بنتائج جيدة ونتائج لخدمة عامة الشعب، لخدمة نظامنا الجديد، نظام الديمقراطي. نعم سيدة بروين، وحدات حماية المرأة أثبتت قدرتها في حمل السلاح ومواجهة الإرهاب وحماية الوطن، وباتت نموذجا للمرأة في العالم. ما المطلوب فعله من أجل هذه القوات؟ يعني المطلوب هي توسع هاي القوات، انضمام أكثر من النساء لهاي الصفوف، نشجع بناتنا، نشجع الفتيات للخضوع لهاي الدورات العسكرية، ليكون قادرنا على حماية أنفسنا، قادرنا على حماية مجتمعهم. فالمطلوب هي توسيع أو زيادة الانضمامات لهي الحركة والتكاتف مع وحدات حماية المرأة وتنظيم النساء عبر تدريبهن على السلاح، على حماية أنفسهن، توسيع قواتنا والتكاتف معهن. فالمطلوب من المجتمع وليس من القوات العسكرية. القوات العسكرية يقومن بواجبهن في الحماية، ولكن على المجتمع كمان التشجيع للانضمام الفتيات، انضمام النسوة لهذه القوات. نعم، ما هي كلمتك الأخيرة حيال موضوع 8 من آذار بقدوم 8 آذار قبل نهاية الحلقة؟ أرجع وأهنئ جميع النسوة. حركة التحرر المرأة ما زالت في بداياتها. يلزم على جميع النسوة تنظيم أنفسهن، تكاتف التنظيمات الموجودة النسوية. التحرر يبدأ من البيت إلى المؤسسات إلى الحياة الاجتماعية عامة. فما نكتفي بالشعارات أو المشاركة بالمسيرات أو مظاهرات. يلزم على جميع النسوة تنظيم صفوفهن وتكاتف وحضور لجميع الفعاليات 8 آذار
لنثبت للعالم بأن مشروعنا مشروع حرية المجتمع، مشروع حرية الفرد، مشروع حرية مستقبل تسودها الديمقراطية والمساواة. مرة أخرى أهنئ جميع النسوة، حتى أهنئ جميع الشباب اللي هن على خطى تحرر المرأة وشاركوا معنا بجميع احتفاليات بجميع نشاطات 8 آذار. فنهنئ القائد عبد الله أوجلان الرفيق الحقيقي للمرأة المناضلة. نهنئ جميع رفاقنا بالجبهات، نهنئ جميع أمهات الشهداء. ألف ألف مبروك، 8 آذار مبارك على المرأة المناضلة في العالم. نعم، الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف، نشكرك على انضمامك لحلقة البرنامج. شكرا جزيلا. نعم مستمعينا الكرام، وهنا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. دمتم في أمان الله.